السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتنا وحبايبنا تانية ثانوي دفعة 2026. أهلا وسهلا بيك في assignment week 4. يلا بينا معلم، سم الله، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويا رب ارزقنا الفهم. دخلت على الجراف، أنا متسيستم مستر، هحسب الأسلوب مرتين، مرة كفيزيكس، مرة تانية كماثيماتكس. كفيزيكس هو واي على اكس، يعني ان على تي نت مستار ده فريكونسي جدع يوم، او 1 على البريودك تايم على حسب هو عايز ايه. كماثيماتكس معايا انجل يبقى تان سيتا، ساوي الاتنين ببعض، يبقى الفريكونسي ايكوال تان 45، يبقى الفريكونسي ب 1 هرتز. خلي بالك بقى دي سبيشال كيس لي، لان البريودك تايم هو 1 على الفريكونسي، يعني 1 على 1 هو كمان يطلع 1 سكند. قشطه قشطه. بسم الله. قال لي في الاوبوزيت جراف ريبريزنت، في الاوبوزيت جراف الفريكونسي ايكوال 1 هرتز. يا ابن اللعيبه، ده بيقول لي الفريكونسي قد ايه من البريودك تايم. مستر ما الاثنين قد بعض، يبقى قد البريودك تايم. حلو قوي السؤال ده. اللي بعد قال لي when a vibrating body at a maximum displacement from its equilibrium position، يعني انا عند الماكسيمم displacement بعيد عن الايكوليبريم بوزيشن، يعني عند الامبليتيود. طب ما تيجي نفكرك، والله العظيم انا عارف ان هنا كده بقف عشان ارجع، يبقى الفيلوسيتي بزيرو، كاينيتيك انرجي بزيرو، بوتنشال انرجي ماكس. قال لي ايه بقى؟ قال لي which of the following becomes zero velocity kinetic energy. قال لي الفيلوسيتي والكاينيتيك انرجي صح، فيلوسيتي وبوتنشال انرجي، البوتنشال انرجي ماكسيمم، بوتنشال انرجي وكاينيتيك انرجي، البوتنشال انرجي ماكسيمم، فيلوسيتي والميكانيكال انرجي. بص دي لو وصلت لزيرو يبقى حرام، لان انت كده تبقى خرقت قانون بقاء الطاقه. قشطه. اديله الجراف الجامد بقى، الجراف اللي ابني فاهمه. بالله عليك، انا عارف ان الفريكونسي هو 1 على البريودك تايم، والبريودك تايم 1 على الفريكونسي، شقلب توصل. يعني لو دي 20 ده معناه ان البريودك تايم اللي هنا 1 على 20. طب بالله عليك لو دي 2 ده معناه ان الفريكونسي اللي هنا 1 على 2. خلصت والله العظيم. قال لي فريكونسي 2 1 على 2 دي اللي هي نص. اها اها. طيب وبريودك تايم 1 كان 1 على 20. 1 على 20 دي مش بنص، ب 0.005، ودي قلتها لك في الحصه، يعني شرحتها لك، فعشان كده بننجز في الحاجات دي لان الجراف ده معروف يعني. اللي بعده. بسم الله. قال لي a washing car او a washing machine rotates at rate 1200 revolution per minute RPM. ابني عارف، يبقى الفريكونسي على طول لو عايز احوله للهرتز هعمل ديفايدد 60، عشان الدقيقة فيها 60 ثانية. حلو ده يا مستر. والتايم تحت يبقى تحويلته تحت، هقوم شايل ده مع ده، 120 على الستة اعتقد تطلع 20 هرتز. ولو انا معايا الفريكونسي اقدر اجيب البريودك تايم 1 على الفريكونسي، يبقى 1 على 20 تطلع 0.02 سكند. مش هيطلب منك حاجه تاني، يعني ممكن يقول لك بقى كام لفه في وقت قد ايه والحوارات دي. قال انا عايز اعرف الروتيشنال فريكونسي بالهرتز. خلصت، يعني كام لفه في الثانيه. اللي بعده قال لي التايم بتاع الامبليتيود اوف فايبريتنج بودي 4 ملي سكند، يعني التايم بتاع الامبليتيود 4 ملي سكند. ابني هيقول لي على طول يا مستر من حق اقول ان البريودك تايم قد التايم بتاع الامبليتيود 4 مرات، ما الامبليتيود ده ربع لفه، يبقى لو عايز اللفه الكامله اخد اعمله في 4، يبقى 4 تايمز 4 يطلع 16 ملي سكند، يعني 16 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 سكند. حلو ده. طب على طول ابني هيقول لي فريكونسي، اقدر اجيب البريودك تايم 1 على الفريكونسي، يبقى 1 اوفر 16 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 كده هرتز. تعال نسمي اللي قال انا عايز اعرف الفريكونسي بتاعك هيبقى بكام. حلو، يبقى تعالى كده نسمي الله ونحسب 1 اوفر 16 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 يطلع احنا ليه مين كتب 19 يا انها المخدرات، يطلع 62.5 هرتز. ايش طيابه. طب مستر هل في طريقه تانية؟ في طريقه تانية. ممكن اقول لك على طول الفريكونسي
هو نت ان على تي. حلو. الان الامبليتيود ده ربع لفه، والتايم 4 ملي سكند، يعني 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. تحت اللي فوق ينزل تحت، يبقى 1 على 16 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. ايه اللي بعد؟ قال لي الاوبوزيت جراف ريبريزنت الموشن بتاعت فايبريتنج بودي. بسم الله. انا عارف ان دي كده الامبليتيود، يعني الامبليتيود ب 2 متر، وانا عارف ان دي كده 1 امبليتيود 2 3 4 دي 1 كومبليت سايكل، يعني البريودك تايم 4 ملي سكند، يعني تايمز 10 باور نيجاتيف 3. طب مستر، ما الفريكونسي 1 على البريودك تايم يبقى 1 على 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. 1 على 4 دي اللي هي ب 0.25، دي تطلع فوق النيجاتيف يبقى بوزيتيف في 10 باور 3 هرتز. طب عدي دي كده تقل واحد، عدي دي كده تقل واحد، عديها كده يبقى 250 هرتز. بس تعالى يطلب منك حاجه ثانيه، قال انا عايز اعرف الفريكونسي، خلاص ب 250. الموضوع سهل، يلا بالله عليك ما تحسسنيش ان الحوار كبير يعني. قال لي وانا فايبريتنج بادي ماشي عند الماكسيمم ديسبيسمنت من الايكوليبريم بوزيشن، مين بزيرو؟ طب ما احنا لسه قايلينها، ولا هو بيعيدوا الاسئله ولا ايه؟ الفيلوسيتي والكاينيتيك انرجي، تاني معلش اهو، بعيد عن الديسبيسمنت او الماكسيمم ديسبيسمنت من الزيرو بوزيشن، ده امبليتيود. وقفت عشان ارجع، يبقى الفيلوسيتي بزيرو، كاينيتيك انرجي بزيرو، بوتنشال انرجي ماكس. خلص. بيقول لي مين في دول هيبقى بزيرو؟ الفيلوسيتي والكاينيتيك انرجي. بسم الله. قال لي a vibrating source produced 600 complete vibrations per minute. يبقى انا بعمل 600 لفه في الدقيقه. بالله عليك ما تيجي نجيب الفريكونسي كده، هيبقى 600 divided 60، ودي دي مع دي 60 على 6 يطلع 10 هرتز. ممكن يطلب مني periodic time 1 على frequency، يبقى 1 على 10 يعني 0.1 second. قال لي عايز اعرف calculate the ratio of its frequency to its periodic time. ركز في دي بقى. قال انا عايز ريشيو ما بين الفريكونسي والبريودك تايم. بص يا مستر، انا كده حاسبها هنا، يعني ممكن اعمل 10 وتحت 0.1، او ممكن اقول ان ده فريكونسي وتحت بريودك تايم، هشيله واحط 1 على فريكونسي تحت، اللي تحت يطلع فوق، تبقى الفريكونسي سكوير. طب الفريكونسي بكام؟ ب 10، يبقى 10 باور 2 يعني 100. يا اما الفريكونسي ب 10 البريودك تايم 0.1 تطلع 100. طب خلي بالك بقى اليونت تبقى ايه؟ مش ده فريكونسي سكوير؟ يبقى هرتز سكوير. هرتز سكوير او سكند باور نيجاتيف 2. هي اللي بعده. بسم الله. قال لي if a time taken by vibrating body to perform one complete vibration، يبقى ده البريودك تايم ب 0.1 second. حلو ده. يبقى الفريكونسي 1 على البريودك تايم يعني 1 على 0.1 يعني 10 هرتز. عايز انت ايه بقى؟ قال لي then the number of complete vibrations produced by this body during a time interval 4.5 second. عايز اعرف هعمل كام لفه في ال 4.5 second دي. طب مستر، اللفه الواحده بتاخد 0.1 والتوتال تايم 4.5، لو عايز عدد اللفات اعمل 4.5 على 0.1. مش عارف يا مستر، تعال نسمي الله. البريودك تايم كان عباره عن 10، صح؟ فاكر المثلث ده؟ ادي التي، ادي البريودك تايم، ادي الان. لو انا عايز الان اعمل دي ديفايدد دي، يبقى الان هي التوتال تايم على البريودك تايم. بالله عليك التوتال تايم 4.5، البريودك تايم 0.1، تطلع فوق اعتقد تبقى 45 سايكل. قشطه. او فايبريشن دي. ايه اللي بعده؟ انا حاسس ان الموضوع في السهل منه. بالله عليك يا اخي ايه، اديني بوزيتيف انرجي. قال لي the ratio between the time of the amplitude of a vibrating body and the time of complete oscillation. يبقى انا عايز اعرف تايم الامبليتيود قد ايه من تايم اللفه الكامله. يبقى تايم الامبليتيود اهو على البريودك تايم. ممكن اجيبها بالعقل. البريودك تايم اهو، اسف، تايم الامبليتيود اهو. اللفه الكامله فيها كام امبليتيود؟ 4، يبقى 4 تايم الامبليتيود، ودي يطلع 1 على 4، يبقى 1 على 4. في السهل منه والله. اللي بعده قال لي النمبر of vibrations of tuning fork increase so the frequency. Yeah. Please don't go to hell doesn't change
قلت لك بمجرد ما بدات الفريكونسي ثابت ما بيتغيرش، لان هو بيديبند على التول بتاع الواير. طب لو انا بتكلم على تيونينج فورك ده مش عليك برضه، بتديبند على الثيكنس بتاع التيونينج فورك وكمان طول التيونينج فورك، ده مش عليك. بس اللي اعرفه طالما بدات مش هتغير. ليه مش هتغير؟ اقول لك انا بالله عليك، لو انا بعمل، ما هو الفريكونسي ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن جدع ياض نت. لو انا بعمل اللفه دي مثلا في ثانيتين، ما هو المنطق بيقول لو عملت لفتين هتبقى في 4 ثواني. طب لو عملت 3 لفات هتبقى في 6 ثواني. طب لو عملت 4 لفات هيبقى في 8 ثواني. يبقى توتالي انا كده كده بعمل في الاخر خالص لفه كل ثانيتين. طب 1 على 2 بنص، 2 على 4 بنص، 3 على 6 بنص، 4 على 8 بنص. قلت لك الفريكونسي والله كونستنت. هو ومين يا اسطى؟ هو والبريودك تايم، لان هم بيدبندوا على طول البندرم، وده مش عليك، فخلاص هو كده كده بيبقى كونستنت. اللي بعد قال لي if a time of amplitude of a vibrating source 0.02 second. عايز الفريكونسي، اقدر اجيبها بطريقتين. تايم الامبليتيود ده ربع البريودك تايم، يعني البريودك تايم 4 في تايم الامبليتيود، يعني 4 في 0.02 سكند، يعني 0.08 سكند. he need the frequency. الفريكونسي كان عبارة عن 1 over البريودك تايم، يبقى 1 على 0.08. يلا نسمي الله ونودي. يطلع 12.5 هرتز. مستر انا عايز اجيبها ان الفريكونسي كان عباره عن نت ان على تي، اسمي الله التايم 0.02. الان ما هو الامبليتيود ده ربع لفه، يبقى 1 على 4، نزل دي بالديفايدد، يبقى 1 على 0.08 هرتز. هي يا معلم والله العظيم. خد حته تم بحمد الله. ويك 4 يا معلم. الدنيا في اللذيذ منه، مفيش تريكات، مفيش حاجات تقيله، الموضوع سهل. بمجرد ما تشوف الحصه اللي نزلت وتبتدي تمسك ورقه وقلم وتحل هتلاقي الموضوع سهل باذن الله. احنا في رمضان بيروقوا عليك، روق علينا، مشي دنيتك، اوعى تراكم بالله عليك، شدوا حيلكم يا جدعان، ربنا معاكم، واحنا من بعد ربنا سبحانه وتعالى في ظهركم، احتجتوا اي حاجه هتلاقينا معاكم. بحبكم في الله، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين.